تعرف مين اكبر ستارت اب في العالم كله؟ تعال اقول لك. من كام سنه كان في لقاء تلفزيوني، المذيع كان بيسال المدير التنفيذي للشركه دي، بيقول له انتوا بتديروا الشركه الكبيره الضخمه دي ازاي؟ فرد المدير وقال له احنا بندير شركتنا الكبيره بنفس الطريقه اللي بتدار بيها الستارت اب الصغيره، يعني زي الشركات الصغيره اللي لسه طالعه وعلى الله حكايتها، بمعنى ان في واحد بس مسؤول عن البرمجيات، وواحد تاني مسؤول عن منتج معين في الشركه، وواحد تالت مسؤول عن السوفت وير، وغيره مسؤول عن التسويق في العالم كله، وهكذا. وكلنا بنجتمع مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 ساعات وبنتكلم في كل شيء حرفيا. ففي زي عمل جماعي ما بين المسؤولين دول في قمة الشركة، وده بيتحول لعمل جماعي أكبر في كل الشركة بعد كده. والعمل الجماعي ده بيعتمد بشكل كامل على الثقة في الزملاء التانيين، إنهم هيعملوا المطلوب منهم بمنتهى الكفاءة وبدون ما يكون في أي مراقبة عليهم. الشركة دي هي من أفضل الشركات اللي بتعمل حاجة مهمة جدا في البيزنس، وهي تقسيم المهام، التاسك مانجمنت. الشركة اللي ما زالت بتشتغل بعقلية الستارت اب أو الشركة الناشئة بالرغم من انها اكبر شركة في العالم دلوقتي هي شركة ابل.